لو عاوز تاكل احلى حواوشي اسكندراني، تعالى معايا. مش هتاكله تاني في اي حتة، هتاكل تعمليه على طول في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم كده. 1 كيلو دقيق، معانا 4 معالق خميرة، نحط عليهم معلقتين سكر وننزل بيهم على الدقيق زي ما احنا شايفين كده. وروح داخلين بمعلقتين ملح، نحطه بمقام معلقتين زيت برضو، ننزل بيهم. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم كده نديهم ضرب مبرح لحد ما نلاقوها لحد ما تلزقش في ايدينا، لحد ما العجينه اللي هو تطلع بايدينا لوحدها. وزي ما انتوا شايفين، ويلا ندوها واحده واحده كده معايا. زي ما انتوا شايفين كده، وناخدوها ونخلوها تريح شويه، نص ساعه لحد ما تخمر معانا في مكان دافي. نقفل عليها ونخش بقى على التتبيله بتاعتنا. من البصل يعني ما اقولكمش، روح الحواوشي. ندوله بصل زي ما احنا عايزين، بقدونس، فلفل اخضر حامي على بارد، طماطم متقطعة صغير كده زي ما احنا شايفين. نخش بالبهارات بتاعتنا، شطة، ملح، فلفل اسمر، بهارات لحمة. بس هو يعني ما بيحبش البهارات الكتيرة الحواوشي. ندوها اللحمة بتاعتنا المفرومة. انا مش حاطط لها فات كتير، مفيهاش سمين كتير، بس هنديها حاجة تكة من عندي ديت اللي هتنطق معايا حتة اللحمة بعد كده زي ما احنا شايفين. نخش بقى على العجين بتاعنا، ولا تقولي بقى نحط عيش مستوي ونجيب من هنا ومن هنا الحاجات الجاهزة ديت؟ ده شغلنا ده بقى. دي التكاية بقى اللي انا بقول لكم عليها. حتة سمنة بلدي ندوها مع اللحمة، تنطق، تنطقه وتوديه في حتة تانية خالص. ويلا نفرد معانا بقى، نحط اللحمة زي ما احنا شايفين، نفردها كده. حطوا الكمية اللي انتوا عايزينها عشان ديت هتكش معانا. تمام. ونقفل العيش بتاعنا، العجينة بتاعتنا، ونحكم التقفيل بتاعها كويس عشان ما تفتحش معانا زي الضفيرة كده، واحدة واحدة. وهتلاقوا احلى طعم واحلى عجينة هتاكلوها مع الحواوشي. هو ده بقى الاسكندراني بجد. ونقفل ونفرد ونديها دهنة زيت كده من على الوش خفيفة. احنا طبعا مش حاطين فيها سمين كتير، هي معلقة السمنة اللي هتدينا التكاية بتاعتها، سمنة بلدي. ندوها كده نفتحها من فوق عشان ما ينفش معانا العيش، ونحط عليها حبة البركة وسمسم. حابب اللي مش حابب الحاجة دي ما يحطهاش. ويلا بينا نفرد المعلم في الصينية وندخله في الفرن من تلت ساعة لنص ساعة، فوق وتحت، على درجة حرارة 200. وأحلى حواوشي، وما أقولكش بقى مع الليمون المعصفر والزيتون وحبة مخلل. بسم الله ما شاء الله، طعم وريحة ما أقولكمش. مش هتعملوه إلا في البيت بعد كده، مش هيتاكل من بره ولا في محلات ولا في أي حتة. حاجة طعم ما أقولكمش. دي وصفة ما تتكررش تاني. حاجة ما شاء الله. ما تنسوش المتابعة واللايك والشير. صفحة مطبخ مرجان. اشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.